بقول لكم ايه. محتاجة اتكلم في موضوع مهم جدا، وابتدى بصراحة يضايقني لاني بقيت اشوفه حواليا كتير، وفي الدايرة اللي حواليا بشكل اكبر، من اصحاب، من اصدقاء، من العيلة، ايا كان. بلاقي دلوقتي حاجة منتشرة بشكل غريب قوي، انه اي زوجين، اتنين كان في ما بينهم حياة وفي ما بينهم عشرة وفي ما بينهم مودة ورحمة وفي ما بينهم حاجات حلوة وكمان حاجات وحشة، لما بيوصلوا لنقطة فيها عدم اتفاق، وان هما مش قادرين ان هما يكملوا مع بعض، وبيبقى في طرف عايز ان هو خلاص ينفصل وما يكملش، وفي طرف تاني ممكن يكون ماسك شوية في العلاقة بحجة الأولاد. وبتلاقي انه الطرف اللي ماسك، رغم ان هو متمسك بالعلاقة بحجة الأولاد، إلا ان هو مش مقدم حاجة للأولاد، مش بيتعامل معاهم بالمودة والرحمة المطلوبة، واي احتياج ليهم مش بيحاول يسدده علشان خاطر يلوي دراع زوجته او الطرف اللي عايز يفلت او يسيب، لانه مش قادر يكمل، لانه شبع اذى وشبع تجريح وشبع وجع. في حال ان انتوا اتنين ربنا جمع ما بينكم واتجوزتوا، ونتج عن الجواز ده ثمرة حلوة وهي الأطفال، وشاء القدر ان انتوا مش قادرين تكملوا مع بعض او مش قادرين تتفاهموا مع بعض. ليه بتخلوا اولادكم اللي ملهمش اي ذنب في حياتهم ان انتوا طلعتوا ابوهم وامهم انهم يتدمروا نفسيا بسببكم؟ الدمار هنا مش الدمار علشان خاطر الانفصال، بالعكس، اوقات كتير بيكون الانفصال أسلم حل إذا الطفل طول الوقت داخل جوه المشاكل وبيشوف المشاكل والإهانات اللي بتبقى موجودة ما بين الأب والأم وبيحضرها وبيسمعها. إذا كان الأب مرات بيبقى مبسوط قوي ومستمتع وهو بيشهد أولاده على موقف مامتهم إذا كانت مش قادرة تكمل، أو إذا كانت خلاص وصلت لمرحلة إنها بتنهار لأن العلاقة دي مؤذية بالنسبة لها، لأن ما كانش فيها أي دعم نفسي ليها. مفيش واحدة بتخرب حياتها لأنها مش عايزة تكمل. مفيش واحدة بتسيب أهلها وبتربط نفسها ببني آدم علشان في الآخر تخرب بيتها وتخرب حياتها. كل واحدة وصلت لمرحلة الارتباط كان هدفها الحقيقي والأساسي إنها تعمل بيت وتعمل استقرار وتعمل أسرة وتعمل حياة تبسطها وتستقر فيها وتنشئ جيل حلو. لكن لما بتوصل لنقطة إنها مش قادرة، فتأكدوا إن الست وصلت لجرح كبير وصلها إنها ما تقدرش تسامح أو ما تقدرش إنها تكمل، حتى لو علشان خاطر عيالها، لأنها ممكن تكون شايفة عيالها أكتر ناس مأذية في الموضوع. النقطة اللي أنا مش عايزة أهرب منها، ليه الأب والأم بيستخدموا الأطفال كنقطة ضعف وورقة بيلعبوا بيها بعض علشان خاطر يضغطوا فيها على بعض؟ هل انت كده هتبقى أب وانتي هتبقي أم حلوة في عين عيالك؟ على الأقل لو انتوا مش قادرين تكملوا ووصلتوا لمرحلة الانفصال، انفصلوا باحترام. خلوا عيالكم تشوف فيكم الحب والمودة والاحترام وانتوا بتتعاملوا مع بعض حتى لو انتوا مش مع بعض. قدموا لولادكم كل الحب وكل الرعاية وكل الاهتمام وكل التقدير، لأنهم يستاهلوا ده، ولأن ده دوركم اتجاههم، مش عطاء منكم ولا ان انتوا بتجبوا عليهم، لا، ده دوركم، انتوا خلفتوهم ووجدتوهم في الحياة دي، دوركم ان انتوا ترعوهم بأحلى مستوى على حسب القدرات والإمكانيات اللي تعيشهم في مستوى كويس. لكن فكرة ان طول الوقت الأولاد دي عندها احتياجات وعندها متطلبات، والأب قادر ماديا، وفي الآخر يلوي دراع أولاده علشان يضغط على أمهم بالرجوع في إنه ما معوش وإنه ما فيش وإنه إمكانياته ما تسمحش، وهي إمكانياته تسمح وتسمح جدا، لكن هي نقطة لو دراع اللي بيها اقدر اكسر الست اللي معايا فترجع لي علشان خاطر اقدر اصرف على عيالها، او اخد عيالها لو يدراع ان انا اقدر اسوق في شكلها وفي صورتها وفي سمعتها، يا ترجع لي يا اما هبهدلها واهنها واخلي صورتها مش محترمة قدام عيالها.
أو أعامل عيالها بطريقة مش كويسة، أو حتى احتياجاتهم ما أقدرش أسددها. فتلاقي نفسها إن ما قدامهاش حل علشان تقدر تعيش حياة عيالها حياة كريمة، تضطر إنها تتوجع وتستحمل الأذى، تستحمل البهدلة، وتستحمل الإهانة، وتستحمل حياة بقت رفضاها وكرهة البني آدم اللي فيها، ما بقتش قادرة إنها تتعامل معاه أو تحبه، أو ما بقاش جواها أي مشاعر بتكنها ليه، لأن هو فضى خزان المشاعر من جواها. مفيش بني آدم هيتعامل بقسوة وبضغط وبلوي دراع ويبقى مستني من الطرف التاني حب واهتمام وتقدير، وانه يا سلام هتجري وتترمي في حضنه اول ما يحاول ان هو يصلح. مفيش الكلام ده. الكلام ده كان زمان، ايام ما كانوا اهالينا ضعاف وكانوا مستعبدين وكانوا بيخافوا ان هم حتى يعبروا عن رأيهم. دلوقتي احنا في جيل حر، جيل بيعرف يعبر عن نفسه، بيعرف يعبر عن وجعه، بيعرف يعبر عن الحاجة اللي مضايقاه، ويقدر يقول لأ قدام أي حد، ويرفض أي وضع هو مش مرتاح فيه. ومفيش أي قوة في الدنيا تقدر تجبره على إنه يكمل في وضع هو مش مرتاح فيه، حتى لو كانوا أولاده. ودي مش أنانية، بالعكس هي بتختار حياة مريحة سوية نفسيا، فيها الأولاد والأطفال يقدروا ينشأوا بطريقة سليمة، ما فيهاش تعكير نفسي، ما فيهاش تشويه للأب أو للأم بطريقة ما من قبل الاتنين. يبقى فيها مودة واحترام. قدرنا نكمل مع بعض أمين، ما قدرناش نكمل نخلي الصورة حلوة ونضيفة ما بيننا مع بعض عشان نقدر نتعامل مع بعض، وما بين العيال عشان تبقى راسخة في ذهنهم انه حتى لما بابا وماما اختلفوا واضطروا ان هم ينفصلوا، هم لسه ستيل فريند، اصحاب بيحبوا بعض وفي ما بينهم مودة واحترام. وشفنا الاحترام ده في تعاملاتهم، فما حسناش بان في حاجة ناقصانا. قدرنا ناخد الحب من الاب وقدرنا ناخد الحب من الام، مش صراع والعيال هي الضحية. حرام اللي بنعمله في اطفالنا، حرام الوجع اللي بنعيشهم فيه وهم ملهمش اي ذنب فيه، حرام نلعب باحتياجاتهم وبنفسياتهم وبطلباتهم علشان خاطر نلوي دراع بعض ونعيش بعض مع بعض بالعافية. الحياة لو ما كانش فيها مودة وحب واحترام واستقرار نفسي للأب وللأم مع بعض، دي ما تبقاش حياة، وما فيش حياة بالإجبار. أكرم لك إنك تسيبها عايشة مرتاحة وحاسة بالأمان بعيد عنك مادام أنت مش قادر توفره لها. الحياة مش صراع. فكر في مصلحة أولادك، مش في مصلحتك ومش في احتياجاتك ولا في رغباتك ولا أنت عايز إيه ولا عايز تقدم إيه. كان بإمكانك عمر كامل تقدم فيه، ومدام وصلت لمرحلة بعد العمر ده إن اللي قدامك مش قادر يكمل معاك، يبقى ما تجبروش على حاجة هو مش قادر عليها. لأن لو كان شايف فيك تغيير كان قدر يكمل وقدر يستحمل وقدر يشتري العلاقة دي وينجحها بكل الطرق. فمادام وصلتوا للنقطة دي تأكدوا انه انتوا بتحاربوا في حرب خسرانة، لكن اهم ما فيها هي العيال. لازم انتوا تطلعوا كسبانين بيهم، كسبانينهم هم عشان نفسيتهم، علشان حياتهم، علشان مستقبلهم. بلاش نطلع جيل مشوه، لان التشويه مش بس فكرة انه اب وام مستقرين في بيت واحد، ممكن يبقوا في بيت واحد لكن بيت مش سوي، لا نفسيا، لا للاب والام ولا للعيال. ربنا معاكم، ويا رب تكونوا فهمتوا الموضوع والفكرة وقد ايه انتوا بتأذوا اقرب ما ليكم بايديكم. ربنا معاكم.